بأقل الإمكانيات برشلونة يواصل حصد النقاط في الدوري الإسباني ويفوز على ختافي بثلاثية على الهادي، مباراة أعتقد أنه حسمت من شوطها الأول عندما تمكن القرش توريس من تسجيل هدفين مهدوا الطريق لبرشلونة لحصد 3 نقاط. المباراة شفنا فيها مداورة في كل الخطوط تقريبا نسبة لضغط جدول المباريات في هذه الفترة، والشيء المهم جدا أنك كمدرب تدير الكادر البشري اللي عندك بصورة حكيمة للمحافظة على لياقة وراحة اللاعبين، ومع ذلك في أعمدة في الفريق ثابتة تقريبا في كل المباريات في الظروف الطبيعية كالحارس غارسيا وبيدري في وسط الملعب بالإضافة إلى رافا والأمين جمال. أما بقية اللاعبين قابلين للمداورة والاستبدال في أي وقت. تعجبني صراحة صرامة الألماني فليك مثلا في المباراة السابقة عندما تأخر رافا أجلسه على الكنبة ولم يبدأ أساسيا لأن هنالك قواعد تطبق على الكل، ونفس الشيء حصل في مباراة اليوم مع راشفورد. مستوى اللاعبين في المباراة كان ممتاز لأنها مباراة سهلة وما فيها أي نوع من التحديات. غارسيا اختبر قليلا وقدر يحافظ على نظافة شباكه، وأجمل لقطة في المباراة بالنسبة لي هي عندما تصدى لإحدى الكرات وبعدها مباشرة المخرج وجه الكاميرا لترشتيجن. الدفاع كان ممتاز والأكثر تطورا للأمانة يا جماعة هو مارتن، الراجل ده مؤخرا قاعد يقدم في مستوى متطور جدا من مباراة لأخرى. بيدري وديونغ أساتذة التحكم في وسط الملعب، ما حتكلم عن مستواهم لأنه مستواهم ثابت بسم الله ما شاء الله. أولمو قدم أجمل مباراة له هذا الموسم بتحركاته، قدر يصنع هدف وسجل هدف وهو الأول للاعب في الدوري الإسباني. توريس المتألق جدا سجل ثنائية وكان حاسم للغاية. رافينيا صنع هدف وقدم شوط مثالي وكان سبب مباشر في الهدفين، ولكن يعاب عليه انفعاله في مباراة اليوم وده السبب اللي أجبر فليك لسحب اللاعب. ليفا كان ممتاز، راشفورد كذلك كان ممتاز، ودي المباراة الثانية على التوالي ساهم فيها، صنع الهدف الثالث لأولمو. على العموم مباراة كانت رائعة وجميلة كالعادة من برشلونة، 3 نقاط خلت الفريق يكون قريب من ريال مدريد المصدر وعلى بعد نقطتين من الصدارة. مبروك كوليز. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام. سيعاقبوك، سيعذبوك، سيبكوك، ستكون ليلة صعبة، ستكون ليلة بالتأكيد مثيرة للشفقة لأي خصم.